ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارف اني اتأخرت عليكم فترة طويلة، بس ده كان بسبب شوية مشاكل مع فترة الامتحانات، فمن الواجب عليا ان اتأسف لكم، والنهاردة بإذن الله هعوضكم بحلقة هتعجبكم. يلا نبدأ حكايتنا. في ليلة الكريسماس سنة 1945، وفي الوقت اللي أغلب الناس بيحتفلوا فيه بالعيد، صحى راجل ومراته وأربعة من ولاده على ريحة دخان. سببها نار مسكت في البيت، وأول ما شافوا النار جريوا كلهم برا البيت. بس بعد ما طلع اكتشف ان 5 من ولادهم، واللي المفروض انهم كانوا نايمين في الدور اللي فوق، ما خرجوش معاهم وقت الحريق. وبعد محاولات انتحارية للأهل ما قدروش يوصلوا للدور اللي فيه الولاد، وخلاص اعتبروا ان ولادهم ماتوا. بس الغريب في الموضوع ان بعد ما المطافي وصلت ملقوش اي اثر، ولا للأطفال ولا لجثثهم ولا حتى للعظم بتاعهم. وتحولت قصة أطفال عائلة سودر لواحدة من أكبر الألغاز على مر التاريخ. تعالوا بقى نجيب الحكاية من أولها ونشوف لغز اختفاء أطفال سودر. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الجديد أول بأول، وياريت تدعمني بلايك عشان بيشجعني إن أكمل وبيفرق معايا. أبطال حكاية النهاردة هي عيلة متكونة من أب وأم و10 أبناء، عيلة بسيطة من الطبقة المتوسطة، عايشين في بيت من الخشب في مدينة صغيرة اسمها فايت فيل. في يوم 24 ديسمبر اتجمعت الأسرة كلها في البيت عشان يحتفلوا بالعيد مع بعض. الوحيد اللي ما كانش موجود هو ابنهم جول عشان كان في الجيش. مع الساعة 9:30 دخل الأب جورج عشان ينام، ودخل وراه ابنه الكبير جون اللي كان عنده وقتها 23 سنة، وابنه الوسطاني جورج اللي كان عنده 16 سنة. ودخلت أمهم جين المطبخ عشان تخلص شوية حاجات تخص العيد. وعلى الساعة 10 بالليل طلبت من باقي الولاد انهم يدخلوا يناموا هما كمان، بس اختهم الكبيرة ماريون اللي عندها 19 سنة واللي كانت لسه مستلمة شغل جديد، قالت لأمها انها تسيب الولاد سهرانين شوية عشان فرحانين بالهدايا اللي هي جابتها لهم بفلوس الشغل. وفعلا وافقت أمهم، وخدت بنتها سيليفيا اللي عندها 2 ودخلت تريح في اوضتها شوية، وسابت ماريون مع 5 اخواتها: موريس 14 سنة، مارسا 12 سنة، لويس 10 سنين، جيني 4 سنين، وبيتي 5 سنين. وبعد شوية ماريون كمان سابتهم ودخلت تنام. وحوالي الساعة 12:30 تليفون البيت رن، وصحت الأم من النوم ونزلت الدور اللي تحت. وأول ما رفعت سماعة التليفون سمعت صوت ضحك وكاسات بتخبط في بعض، وواحدة بتسألها عن حد ما سمعتش اسمه قبل كده. فالأم قالت لها الرقم غلط، مفيش حد هنا بالاسم ده. راحت الست اللي على التليفون ضحكت ضحكة غريبة وقفلت السكة. جيني اللي هي الأم محطتش في دماغها وقالت أكيد واحدة كانت بتحتفل وتقلت في الشرب واتصلت غلط. وراحت جيني عشان تطلع أوضتها وتكمل نوم، بس وهي طالعة أخدت بالها إن أنوار البيت مفتوحة، والستاير كمان مفتوحة، والباب كمان مفتوح. ودي كانت حاجة غريبة عشان عيالها دايما لما كانوا بيسهروا كانوا بيقفلوا كل حاجة قبل ما يناموا. بس برضو اللي جه في دماغها ان العيال نسيت تقفل الدنيا من الفرحة والحماس بقى عشان العيد، وراحت هي وقفلت كل حاجة وطلعت اوضتها عشان تنام. وبعد نص ساعة الام صحت تاني على صوت حاجة بتخبط في سقف الأوضة بتاعتها من الدور اللي فوق، وبعدها سمعت صوت كورة بتتدحرج وبتقع على الأرض. فكرت ان العيال لسه صاحيين وبيلعبوا، وفضلت مركزة شوية وتشوف هل في صوت تاني ولا لأ. ولما ما لقيتش أي صوت تاني راحت مكملة نوم. وبعد نص ساعة صحت جيني تاني، بس المرة دي ما كانش على تليفون بيرن أو صوت تخبيط، صحت على ريحة دخان قوية جاية من برا الأوضة. جرت فتحت باب الأوضة ولقت إن أوضة المكتب بتاعت جوزها مولعة. فصحت جوزها اللي جرى وصحى ابنهم جون وجورج اللي كانوا نايمين معاهم في نفس الدور، وقال لجون إنه يروح يصحي باقي إخواته على ما هو يحاول يطفي الحريقة. وجرت جيني على أوضة البت الكبيرة ماريون وقالت لها تاخد سيليفيا وجورج الصغير وتخرج برا البيت. وبعد شوية محاولات ما قدروش يسيطروا على النار وهربوا كلهم من البيت. بس بعد ما طلعوا اكتشفوا ان ولادهم ال5 اللي كانوا نايمين في اخر دور ما خرجوش معاهم. الاول جون قال لهم ان دخلوا الاوضه وصح اخواته، بس بعد كده غير كلامه وقال لهم انه نادى عليهم من بره بس. المشكله ان في المرحله دي كانت النار مسكت في البيت كله، وبقى مستحيل ان حد يطلع فوق عن طريق السلالم، وما كانش قدامهم غير حل واحد بس، وهو انهم يطلعوا
يطلعوا بالسلم الخشب اللي دايما حاطينه جنب البيت. بس الغريب ان السلم ما كانش موجود. جورج بحكم شغله في السكة الحديد كان عنده عربيتين نقل كبار في مكان قريب من البيت، ففكر انه يروح ياخدهم ويجيبهم تحت البيت ويطلع عليهم عشان ينط من الشباك. بس بالرغم ان العربيتين كانوا شغالين تمام قبلها بيوم، الا انه اتفاجئ ان العربيتين كانوا عطلانين. فجرت بنتهم ماريون على بيت الجيران عشان تتصل بالمطافي، بس المفاجأة ان الخطوط كانت مقطوعة، وراحت لجار تاني عشان تتصل من عنده بس محدش رد. فجارهم اخد عربية وراح بنفسه للمطافي، وهناك قابل رئيس المطافي موريس وطلب منه المساعدة. بس عشان الحرب العالمية كانت لسه خلصانة من شهور قليلة، كان في نقص في عمال المطافي، وما كانش في حد موجود وقتها غير موريس، وموريس ما بيعرفش يسوق عربية المطافي اصلا. فبيستنى لما يتصل بحد ويتجمعوا كلهم، وبعديها بقى يروحوا لمكان الحريق. بس للأسف في ساعة الا ربع كان البيت كله اتحول لرماد. بعد 6 ساعات من ميعاد الحريق وصل رجالة المطافي للبيت، بس خلاص ما بقاش في حاجة ممكن تتعمل، كل اللي كان باقي شوية رماد. والغريب ان رجالة المطافي بعد ما طفت شوية النار اللي باقيين ما لقوش اي اثر لجثث الاطفال. وبعد 3 ساعات من البحث، رئيس المطافي قال لجورج وجيني ان اكيد عيالهم ماتوا، وان عظمهم اتحول لرماد بسبب الفترة الكبيرة اللي قعدوها في النار. وبعد كام يوم حصلت جلسات تحليل، صرحوا ان سبب الحريق خلل في الكهرباء. وبعديها طلعت شهادات الوفاة للاطفال ال5، وبعديها اتعمل لهم جنازة كبيرة حضرها معظم السكان ما عدا امهم وابوهم اللي ما قدروش يصدقوا ان عيالهم ماتوا. وبعد ما الام والاب فاقوا من الصدمة اللي كانوا فيها، بدأوا يدققوا في كل تفصيلة حصلت في يوم الحادثة. اول حاجة السلم اللي ما كانش موجود وقت الحريقة، واللي كان هيساعدهم يطلعوا للاطفال لو مرمي بعيد عن البيت بحوالي 20 متر. وتاني حاجة ماريون لما راحت لبيت الجيران عشان تبلغ المطافي ولقت خط التليفون مقطوع. لما حققوا في الموضوع اكتشفوا ان في حد قطع خطوط التليفونات في المنطقة في نفس الساعة اللي حصلت فيها الحادثة. وتالت حاجة العربيتين اللي كانوا مركونين جنب البيت. جورج دايما كان بيعمل لهم الصيانة اول باول، ولو قلنا ان في واحدة باظت فجأة فمش طبيعي ان الاتنين يكونوا بايظين في نفس اليوم، وهم قبليها كانوا شغالين تمام. الاحداث دي كلها لما اتجمعت مع بعض بدأت العيلة تشك ان في حد ورا الموضوع، وفي حد كبير في البلد بيداري على الموضوع. واول حاجة لفتت نظرهم هو تقرير رئيس المطافي والطبيب الشرعي اللي كانوا بيقولوا ان سبب الحريق خلل في الكهرباء. بس افتكروا ان ساعة الحريق وهم بيهربوا كانت الانوار شغالة عادي ما فيهاش مشكلة، كمان ما حصلش اي اصوات انفجار قبل الحريق. ودي ما كانتش الحاجة الوحيدة الغريبة اللي في التقرير. النقطة التانية في التقرير اللي بتقول ان الاطفال اتحرقوا في النار، مع ان قبل الحادثة بفترة كان في برضو حريق في بيت جنبهم و7 افراد ماتوا في الحريق، والمطافي لقيت الجثث عادي. واللي اكد لجيني اكتر ان في لغز في الموضوع، ان في موظف شغال في محرقة جثث قال لها ان العظم البشري بيفضل موجود حتى بعد حرق الجثث على درجة حرارة 1000 مئوية لساعتين كاملين. والموضوع ده خلى جيني تجمع عظم الحيوانات وتحاول تحرقه عشان تشوف الكلام ده صح ولا لأ، ولا مرة قدرت تحرق العظم. كل اللي فات ده بقى كان مجرد شكوك من جيني وجورج، بس كل ده اتغير لما جالهم واحد وقال لهم ان الحريق ما كانش بسبب ماس كهربي. الراجل ده كان سواق اتوبيس بيعدي دايما من قدام البيت، وفي يوم الحادثة وهو معدي شاف ناس بترمي كور نار على البيت، بس هو فكر ان دي مجرد العاب نارية احتفالا بالعيد. لما سمعوا بقى الكلام ده رجعوا تاني لمكان البيت، وكان فصل الشتاء خلص والتلج حوالين البيت ساح. ولما بدأوا يدوروا لقوا حاجة متعلقة على شجرة جنب البيت، ولما جورج قرب منها عرف انها قنبلة يدوية. ده معناه ان احتمال كبير الكلام اللي قاله السواق يكون صح، وممكن يكون صوت الدحرجة اللي جيني سمعته قبل الحريق يكون بسبب واحدة من القنابل. وبكده بقى عندهم دليل بيأكد الشكوك اللي عندهم. واللي حصل كانت خطة لخطف أطفالهم ال5، واللي عمل الخطة عارف بيتهم كويس، عشان كده بعد السلم وبوظ العربيتين عشان يكتف جورج. ومش بعيد كمان ان اللي عمل كده كان متفق مع رئيس المطافي والطبيب الشرعي عشان يداروا على الجريمة ويأكدوا ان الأطفال ماتوا. بس السؤال برضو مين اللي
عمل كده؟ واشمعنى اصلا اطفال سودر؟ جورج سودر كان عضو معروف في المجتمع الايطالي الامريكي المحلي، وكان بينتقد موسوليني الدكتاتور الايطالي. موسوليني كان فيه ايطاليين كتير بيحبوه، وكلام جورج الهجومي كان مخليه مكروه من محبين موسوليني واللي كانوا عايشين معاه في نفس الحي. وطلعت شكوك ان اراء جورج السياسية هي السبب في اللي حصل. وبعد كل ده بدأ يجي لجورج شهود بتأكد ان الاطفال اتخطفوا وما اتقتلوش. اولهم كانت واحدة ست قالت لهم انها شافت عربية ماشية على الطريق السريع وقت الحريق وكان راكب فيها 5 اطفال. وواحدة تانية مديرة محل قريب من المدينة قالت لهم تاني يوم الحريق الصبح جالهم 5 اطفال عمرهم قريب من اعمار اطفالهم، وقدمت لهم فطار واخدوهم مشيوا على طول. وواحدة تالتة كانت شغالة في فندق في مدينة قريبة من موقع الحادثة قالت لهم ان بعد الحريق باسبوع نزل في الفندق 4 اشخاص من اصل ايطالي وكان معاهم 4 أو 5 اطفال. ولما حاولت تهزر وتضحك مع الاطفال، واحد من الرجالة اللي كانوا معاهم بصلها بصة مخيفة وقال للأطفال حاجة بالإيطالي، وبعدها على طول الأطفال بطلوا يتكلموا وطلعوا أوضهم وتاني يوم مشوا من الفندق. كل ده شجع عيلة سودر إنها تبعت لل FBI وتطلب منهم المساعدة، على الرغم إن عدى على الحادثة 2 كاملين. بس لسبب مجهول اسم الشرطة ومركز المطافي رفضوا تدخل ال FBI. وبالرغم من كل العقبات اللي قابلت عائلة سودر فضل يدور على أولادهم في كل حتة. كمان حطوا يافطة كبيرة على الطريق السريع محطوط عليها صور أطفالهم ومكافأة 10,000 دولار لأي حد يدلهم على أي حاجة. بعد مرور أكتر من 80 سنة لسه لغز أطفال عائلة سودر بيطارد عقول المحققين. هل فعلا الأطفال ماتوا في الحريق ولا اتخطفوا في مؤامرة أكبر من تخيلاتنا؟ ولو اتخطفوا مين ورا ده وليه؟ إجابات الأسئلة دي اختفت زي ما اختفوا الأطفال نفسهم وسابوا وراهم قصة محفورة في التاريخ بس ناقص النهاية. ولو القصة دي شدتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتقولولنا في الكومنتات انت شايف ايه والحقيقة فين. استنونا في الفيديو الجاي عشان من قلب الحكاية بنكشف المجهول.